بسم الله، اهلا وسهلا بحضراتكم حلقه جديده من جمهور الكوره. الاثنين العظيم، الاثنين المليء بالكواليس والاخبار والمعلومات. بعد الفاصل تفاصيل واخبار مهمه في القلعه الحمراء. طيب عزيزي المشاهد، ماذا عن استعدادات النادي الاهلي لملاقاة سيمبا في مباراه العوده في استاد القاهره غدا في 5 مساء؟ خليني اقول لك انه بدأ مارسيل كولر بجلسة فنية مع اللاعبين للوقوف على عدة نقاط، واهمها هي اضاعة واهدار الفرص. اللي الحقيقة احنا شفناه في الماتش اللي فات، فرص بالجملة بتضيع، استهتار غير موصوف بالمرة من المهاجمين وخاصة كهربا وبيرسي تاو. وقف مارسيل كولر على عدة نقاط، حذر تحذير شديد من فكرة انه يحصل اي مفاجآت في المباراة. ايضا النهاردة انتهى التدريب الختامي للنادي الاهلي استعدادا لملاقاة سيمبا. لحد هنا ستوب، نروح لحتة تانية وهي حتة محمد عبد المنعم. وما هو موقف اللاعب من التجديد؟ هل هو هيحترف؟ هل هو معارض للتجديد؟ هل هو يريد أو عنده نية رفع عقد اللاعب؟ هل النادي الأهلي عنده نية رفع العقد للاعب؟ كل ده كلام حدث في الآونة الأخيرة من على السوشيال ميديا. طيب النهائي من الآخر إيه؟ محمد عبد المنعم عقد جلسة مع مسؤولو النادي الأهلي للوقوف على نقاط التجديد. تم تأجيل جلسة التجديد لبعد الدوري الأفريقي، وبعد انتهاء النادي الأهلي من الدوري الأفريقي. نية اللاعب هي التجديد، نية اللاعب هي التجديد، واللاعب لا يريد الخروج من النادي الأهلي إلا عند الاحتراف. ده بما يخص النادي الأهلي. كل ما يخص النادي الأهلي بعد الفاصل، أخبار وتفاصيل مهمة في القلعة البيضاء نادي الزمالك. عزيزي المشاهد، خلصنا وأسدل الستار على انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك ولنادي الزمالك رئيس مجلس إدارة. لحد هنا ونقول المهمة صعبة، المهمة محتاجة صبر ومحتاجة وقفة رجالة. بالعربي كده وباللغة العامية بلغة الشوارع، لازم تكون قدها، والمجلس المنتخب قدها. كل التوفيق للمجلس المنتخب، كل التوفيق للأستاذ حسين لبيب وأعضاء مجلس الإدارة. سريعا خلينا أعرض لحضراتكم أعضاء مجلس الإدارة، واللي بيرأسهم الأستاذ حسين لبيب رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ هشام نصر نائب رئيس مجلس الإدارة، الأستاذ حسام المندوب أمين الصندوق، وأعضاء فوق السن كل من الأستاذ هاني شاكر وأحمد سليمان، حسين السيد، عمرو أدهم، ومحمد طيب. أعضاء تحت السن الأستاذ رامي نصوحي والأستاذة نيرة الأحمر والأستاذ أحمد خالد. كل التوفيق لمجلس الإدارة المنتخب. ماذا عن انتقالات نادي الزمالك الشتوية؟ وهل فكر إخوان كارلوس أوسوريو في صفقات؟ هل عرض إخوان كارلوس أوسوريو صفقات على مجلس الإدارة الجديد؟ صراحة خليني أقول لك لم يتم عرض صفقات من خلال إخوان كارلوس أوسوريو على نادي أو على مجلس إدارة نادي الزمالك. كل ما تردد عن عرض بعض الصفقات لنادي الزمالك من خلال إخوان كارلوس أوسوريو ولمجلس إدارة نادي الزمالك لم يحدث ولا حتى شفهيا ولا رسميا. طيب على الناحية الثانية، ماذا عن انتقال عمر كمال عبد الواحد سريعا إلى نادي الزمالك؟ خليني أقول لك موقف نادي الزمالك. هل حدث مفاوضات؟ لم تحدث مفاوضات رسمية بين نادي الزمالك ونادي فيوتشر. خرج علينا رئيس نادي فيوتشر
في تصريح أنه لم يتم الحديث رسميا بين مسؤولي نادي الزمالك ومسؤولي نادي فيوتشر عن انتقال عمر كمال عبد الواحد، وكل ما قيل من أرقام عن الانتقال هي أرقام ليس لها أساس من الصحة. نية اللاعب هي الإكمال في العقد المتاح لديه مع نادي فيوتشر. لم تحدث أي مشافهة بين المسؤولين من نادي الزمالك ومن نادي فيوتشر. نادي الزمالك في أزمة مالية بسبب الغرامات الموقعة عليه بسبب القيد، سواء من اتحاد كرة اليد أو من اتحاد كرة القدم. ده بما يخص عمر كمال عبد الواحد وقصة انتقاله من فيوتشر إلى نادي الزمالك. كان مهم جدا أوضح لحضرتك المهمة أو التفصيلة المهمة دي. كده احنا وصلنا لنهاية حلقتنا. أشوف وشك على خير بكرة إن شاء الله. صباح الخير، شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.